عارفين ايه هو الندر؟ الندر هو اتفاق بينك وبين ربنا علشان موضوع معين يتم او مشكلة معينة معاك تتحل، والندر هو عهد بينك وبين الله، ولما بيحصل الموضوع اللي انت عاوزه او تتحل المشكلة دي لازم توفي الندر فورا، واوعى تتأخر على الندر، لان الكتاب المقدس بيقول ان نظرت فلا تتأخر عن الوفاء به. وكمان في آية تانية بتقول ان لا تنظر خير من ان تنظر ولا توفي. والندر انواع، ففي حد بينظر انه يقدم ذبيحة، بينظر انه يقدم شمع، وحد تاني بينظر انه يصوم لمدة معينة، وحد بينظر انه ياخد خلوة مع ربنا ويكرس وقت معين سواء كان يوم او اسبوع او شهر لربنا وبس. وما ينفعش اطلاقا انك تغير في الندر بتاعك، فلو انت نظرت شمع يبقى لازم تودي شمع، وما ينفعش تودي فلوس بدلها. ولو انت نظرت ذبيحة يبقى لازم توفي بندرك وتودي الذبيحة دي. ولو انت نظرت خلوة مع ربنا يبقى لازم تروح الخلوة دي. واحيانا طلباتنا بيكون فيها ضرر لينا واحنا مش عارفين، وهنا بتتدخل مشيئة ربنا، واتفاقنا مش بيحصل علشان خاطر سلامنا احنا الشخصي، ولان ربنا عارف اكتر مننا وعلى دراية بكل العواقب اللي ممكن تحصل لنا، فبيمنع الشر ده عننا. والمفروض ان احنا ما نزعلش لو الحاجة دي ما حصلتش، ونقدم ندرنا كشكر لربنا على حمايته ورعايته لينا. وهو ده الندر. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب انا بشكرك يا رب لانك دايما حاميني ومخلي بالك مني. ارجوك يا رب ارفع عني اي حزن واي اذى واي شر وشبه شر. ابعدني يا رب عن عدو الخير وحاوطني بايديك. خليك يا رب دايما ماشي دايما ومنور سكتي، واحفظ يا رب كل الناس اللي حواليا، وابعد عني كل شر وكل هم وكل تعب.